أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد المليجي وأهلا بكم في فيديو جديد مع لغز جديد، لغز شرودنجرز كات، قطة شرودنجر. النوع ده من الألغاز هو ما يسمى بالسيكونشال ديسكفري، والهدف إن أنت تقعد تحل لغز منها بعدين يفتح لك اللغز اللي بعديه وهكذا، وتفضل تستمر لحد ما تحل الصندوق كله. ويمكن ده أكتر نوع من الألغاز اللي بحبها الصراحة. القصة بتاعت الصندوق النهاردة واخدة الإلهام بتاعها من قصة حقيقية، وهي قصة العالم إروين شرودنجر. هو عالم نمساوي، بيقول إن هو في سنة 1935 وقت ما كان بيعمل الأبحاث بتاعته على الكوانتم ميكانكس قرر إن هو يجيب قطة وسم ويحطهم في صندوق، وإنه الكوانتم ميكانكس بتقول إنه بعد فترة طبعا القط هيبقى عايش وميت في نفس الوقت. وهنا بقى التوستاية اللي هم زودوها من عندهم، بيقول لك بقى إن هو للأسف إن شرودنجر كان مشغول جدا لدرجة إن هو نسي خالص عن موضوع القطة، واحنا متاكدين ان القط لسه عايش واحنا عايزين ننقذه من الصندوق ده. اوكي، دلوقتي بدانا التايمر عشان نشوف هتاخد مننا وقت قد ايه. توكلنا على الله. عاده في الصناديق اللي زي دي بحب دايما ان انا ابص بصه كده سريعه الاول، اخد فكره عن كل اللي موجود، بعد كده اشوف ابتدي من فين. عندنا هنا الاشكال دي كلهم نفس الشكل تقريبا، وتوقعي بقى ان هم كل واحده تبقى في مكان معين، وساعتها هنحل حاجه هنا. ولما نحل بقى الحاجة اللي هنا، هو في أسهم طالعة على الحتة دي والأسهم مكملين ونازلين لحد هنا، فده هيفتح لنا بقى حاجة من هنا المفروض. وعندنا الجيرز اللي هنا دي مش باين عليها أي علامات معينة، بس في علامة زي ما يكون تاج هنا ده، وفي عين هنا تحت، وبرضو الاتنين جيرز دول بس مش بيتحركوا. خلينا نشوف نبتدي من فين. من هنا مكتوب هنا ستارت. طيب نطلع ده لبره. في سهمين دول، حاول اقربها لكم عشان تشوفوهم. السهمين دول مكملين بقى مع الاسهم دي اللي المفروض انها طالعه كده مكمله هنا ونازله تحت على حاجه هنا. هل واحده من دول هيتحركوا يعني المفروض؟ لا. اوكي، اظن احنا كده نقدر نخرج دول. فهمت. يعني احنا دلوقتي نبتدي من هنا. هما كانوا محطوطين بطريقة صعبة بس ما كانوا محتاجين يتلففوا لحد ما يخرجوا. ودلوقتي خرجنا 2. خلينا نشوف لو هنعرف نخرج اللي فاضلين دول. ده المفروض اعرف اخرجه دلوقتي، صح؟ لا لسه. اوكي اهو 100. ده بيلف في الاتجاه ده. ادي ده خرج. حلو قوي. اوكي، احنا كده توصلنا لحاجة. خرجنا 1 2 3 4 5 من البتوع دول، كل واحدة عليها عدد حفر مختلف وحجم مختلف بالشكل ده. دول اكيد بقى ليهم اماكن معينة في الصندوق او كده. خلينا نشوف. انا لسه واخد بالي، ما خدتش بالي اول مرة، بس دي حاجة تبقى مهمة بعد كده على ما اظن. الجيرز دول اللي بيلفوا عليهم علامات، شايفين العلامات دي اللي جوه؟ فالترتيب ده بقى هيبقى مهم قوي عشان نعرف نفتح الجزئية دي. بس خلينا نشوف الاول دول بيعملوا ايه. عندنا 1 2 3 4 1 2 3 4 5. يعني عندنا واحدة فيها حفرة و2 و3 لحد رقم 5. العلامات اللي هنا اللي على الجير ده، الاشكال دي هي متعادة على 7، بس هي نفسها العلامات اللي موجودة حوالين الصندوق في اماكن تانية. يعني ده وده وده
هما نفس العلامات اللي هنا. اوه، تفتكروا العدد الكيرف اللي حواليها ده؟ يعني هنا مثلا 2، هنا في 1 بس، هنا في 1 2 3، 1 2 3 4 5. والله ممكن، والله ممكن. يعني دي مثلا شايفين اللي بتكلم عليها، اللي هي الحتتين اللي ملفوفين دول، اظن دي معناتها ان الاتنين هتدخل هنا، فخلينا ندخل الاتنين هنا. كان في تكة كده، فانا مش عارف اذا كده دي حاجة شكلها زي ما يكون هو ده المكان الصح، ودي عليها 1 2 3، يبقى المفروض دي المرة دي كانش في تكة. فين تاني؟ هنا 1 2 3 4. فين الأربعة بتاعتنا دي؟ تدخل هنا. دي محشورة مش هتدخل كده. دي محشورة مش عايز تدخل، مش عارف ليه. طب خلينا نشوف التانيين. ادي الواحد هنا، في حاجة وقعت. كده فاضل لنا الأربعة والخمسة. الأربعة قلنا هنا بس مكانتش عايز تدخل. نجرب من الناحية التانية. لا. طب خلينا نجرب الخمسة هنا. احنا عندنا 1 2 3 4 5. لا ثواني، هي تقريبا دخلت واحدة غلط، يمكن عشان كده. دي 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. لا انا مش عارف اعد النهارده. لا هو كده 1 2 3 4 5. لا هي كده صح. المفروض دي هنا. يمكن عشان كده ما كانش عايز يدخلوا. بس برضو الأربعة مش عايز تدخل. دخلت من الناحية دي. في حاجة خرجت من هنا. 100 100. ايه بقى ده؟ في علامة سهم طالع لفوق، ودي وعليها شرطة كده. العلامات دي فين؟ دي ما تطلعش اكتر من كده. خلينا نكتبها عشان برضو نسهل على نفسنا الموضوع. اوكي، عندنا علامة الأساسية اللي هي بره عاملة كده. 1 2 3. عندنا زي حرف الدي تحت كده، وعليه سهم كده وطالع منه علامة بلس، وبعدين علامة زي ما يكون دايود للإخوة اللي في electrical engineering أو درسوا هندسة. اوكي، ده اللي عندنا دلوقتي. طيب ده فين بقى الكلام ده؟ هم موجودة هنا على الجيرز دول. بالفعل موجودين هنا. عندنا علامة اللي هي الدي بلس دي اهي، كانت واحدة من العلامات اللي عندنا. و خلينا نشوف اذا العلامات التانية موجودة. والتانية برضو موجودة، اللي هي اللي عاملة زي السهم اللي طالع له خطين من تحت ده، اللي احنا قلنا عليها، اللي شبيهة شوية بالدايود. طيب يعني احنا كده طلعنا علامتين مثلا من السبعة اللي المفروض يبقوا هنا بقى، ولا ايه؟ بص، هو احنا قريبين بس انا بطريقة ما عايز اترجم الاشكال دي للاشكال اللي على الجير هنا، وساعتها هنحطهم في مكانهم الصح ونخرج دي. بس السؤال هو ازاي؟ انا نظريتي كانت ان بما ان الحتة المشرشرة دي شبه دي، فاحنا نبتدي من هنا ونشتغل لتحت. طيب هل الحتة اللي تحت دي شبيهة بحاجة تانية؟
فاهمين قصدي ايه؟ يعني هل الحتة اللي هي قلنا هنا الحتة المشرشرة دي هي البداية هنا، فاحنا هنبتدي بالسهم، بعدين اللي هو الدي، بعدين في حتة تحت كده اللي هي الخطوط اللي طالعة والنازلة دي. فهل الخطوط الطالعة والنازلة دي في شكل تاني مثلا هنا نكمل منه؟ فاهمين حاجة؟ دي صح، دي زيها. اوبا، تصدقوا هي دلوقتي بقى عندنا اللي هي الحتة اللي طالعة والنازلة دي اللي جواها المربع والخط. يبقى احنا هنعمل المثلث الدي، بعدين الشكل التالت هيبقى المربع والخط، بعدين المربع والخط احنا عارفين من فوق ان هو مستقيم كده، الشكل عامل كده. ايه الحاجة اللي شبيهة بالشكل ده يا معلم؟ هل ده؟ لا، والله مش عارف بقى يعني، هو مش هيرسم لك الشكل بالظبط عشان اعرف حركاتهم دي، فممكن الشكل ده اشبه حاجة بيه هي ده. خلينا نجيب اللي هي الاربعة كده ونشوف. اوكي، يبقى كده عملنا 1 2 3 4. نشوف بقى الشكل اللي بعديه اللي هو اقرب شكل ليه لده، اللي هو ده. وبعديها عندنا العلامة بتاعته هي عاملة كده. ويبقى فاضل لنا علامتين بقى اللي هي هي الفكرة ان دول بيركبوا. فهمت. يعني شايفين هي مش نفس الشكل، هي الفكرة ان الحتة اللي فاضية هنا دي مثلا بتركب في الحتة اللي هي قبليها. يعني مثلا الحتة دي اللي هي اللي نازلة دي المفروض بتركب هنا، فدي مكملة عليها، وبعدين طالع لك الطلعة دي اللي هي بتركب هنا، بعدين الحتة اللي ملفوفة هنا دي اللي هي المفروض انها بتلزق في الحتة دي اللي عليها الشكل بتاع اللي هو زي مثلثين جوا بعض متشقلبين، فنعمل المثلثين اللي جوا بعض متشقلبين هنا. وبعد كده يبقى فاضل لنا شكل واحد اللي هو ده يا عزيزي، اللي هو اللي عامل زي الشوكة بتاعت الشيطان دي. يا مسهل، هل كده احنا عملنا حاجة؟ الله، ايوه، هوبا الله، لا اديله 100 100. طلعنا حاجة جديدة. خلينا نشوف بقى اللي احنا طلعناه ده هيفتح لنا ايه. ايوه كده، دول بدأوا يتحركوا عادي. بتاع دي لما طلعت وفتحت لنا ان احنا نلف دي على الناحية دي مفيش حاجة. لا، في حاجة، في حروف بتطلع هنا، مش عارف اذا واضحة ولا لا. خليني احاول اوضحها. شايفين الحروف دي؟ التانية برضو في ارقام، يعني ارقام من ناحية وحروف من ناحية. خلينا بس نتأكد انها برضو مفتحتش حاجة تانية قبل ما نكمل في هذه المسيرة. 1 2 3 4 5. وبعدين في سهم بيقولك ايه، تلف الناحية التانية يعني ولا ايه؟ مش فاهم. L R E M N A S G U I P T O R. حروف وارقام. خلينا نجيب الارقام هنا ونشوف ايه الحرف اللي بتساويه الناحية التانية، ونعمل كده مع كل الارقام ونكتبهم. اوكي، عملت الارقام اللي هنا وشفت ايه الحروف اللي من الناحية التانية. عندنا الواحد بجي، والتو بيو، 3 اي، 4 مع البي، والفايف مع التي.
والسهمين دول اللي هي مكان رقم 6 ال، وال7 مع الار، وال8 مع الاي، وال9 عامله زي التي المقلوبه ام، والاو ان، والايكوال اي، والتريانجل اس. في حاجه ناقصه، انا مش عارف ايه هي. الكونكشن ده يعني احنا عملنا الحروف والارقام والاشكال المقابله ليها، بس يعني مش لاقي ازاي يعني ده استخدمه في حل ايه هنا. هو ده كود لحاجه هنا، ايه بقى الحاجه اللي هنا دي؟ انا مش عارف يعني هل هي ده، بس ايه علاقه ده بده ازاي؟ العين دي بتعمل حاجه ولا جايه معانا كمالة عدد كده؟ ها، في حاجه بتتحرك جوه يا جماعه. يا لهوي، اللي بيتحرك جوه العين ده ايه؟ هو طبيعي كده؟ شايفين ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بصوا، بس مش واضحه. خليني يعني هي دلوقتي انتوا شايفينها، بس بصوا لو حركته الصندوق شويه هتلاقوها اختفت. هل انا كده كسرت حاجه، ولا هو ده فعلا جزء من اللغز، ولا في ايه؟ راحت فين؟ ارجعي. خلينا نكتب كل حاجه. انا هحاول اشوف من العين دي الصراحه، هي يعني شكلها صعب قوي، بس هجرب اشوف الحروف والارقام اللي جوه دي واكتبها، لان هما توقعي ان هما هنكتب اللي جوه العين ده، وهنستخدم بقى الكود ده اللي احنا كتبناه في الاول عشان نحل الحاجه، او هيدينا حاجه بقى نطلعها. الكود اللي طلع هو كان على سطرين بالترتيب ده بالظبط. هحاول بقى ان انا اشوف الكود ده بيعادل ايه بالحروف اللي هنا. اي كلام يا عبد السلام. انا كان توقعي ان الحروف دي هتديني كلمة او حاجة بقى هستخدمها. هو مش فاضل حاجة كتير في اللغز الصراحة يعني، واحنا بس فاضل لنا ايه؟ احنا طلعنا كل حاجة وحلينا كل حاجة باستثناء البتوع اللي هنا دول. تفتكروا دي كلمات؟ ستار، رينج، والله تصدقوا LAMP لامب. حليناها. مش عارف ايه حرف الاي ده لوحده ليه. طيب بعدين ماجنت. طيب خلينا نشوف اخر كلمة تحت اللي هي في كام واحدة؟ 1 2 3 4. 1 2 3 4. خلينا نشوف. اول حاجة كانت ستار، بعدين رينج اللي هو الخاتم، بعدين لامب اللمبة، بعدين ماجنت. هل ده فتح لنا حاجة؟ والله ايوه، اديله بس مش عارف برضو ايه حرف الاي ده، بس خلاص مش مشكلة، مش فارقة. طالما طلعنا البتاعة دي يبقى احنا زي الفل. ده احنا لسه مطلعينه من هنا. ايه بقى ده؟ هيفتح. اوكي، في كارت جوه مش عارف اطلعه. اطلع يا ابني. ايه ده؟ مغناطيس ده ولا ايه؟ one more step. فاضل خطوة واحدة. غالبا ده QR كود محتاجين نعمل له سكاننج بالتليفون توقعي. اوكي، الله حليناها. خلينا نشوف خدت مننا وقت قد ايه.
ساعة و3 دقايق. واه، طولنا شوية في الحتة بتاعة الحروف اللي هنا دي عشان ما كناش شايفين العين جواها ايه. كده اعزائي المشاهدين نكون انقذنا القط بتاع شرودنجر وتاكدنا ان هو عايش وتمام وزي الفل ولله الحمد. اذا مش مشتركين في القناه بليز اشتركوا واعملوا لايك للفيديو لان ده بيساعدني. واذا استمتعتم بالفيديو احب اقول لكم ان المتعه لا تنتهي هنا، في الغاز تانية هنا لو حابين تشوفوها.